اهلا الوريدات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وتكونوا كلكم على ما يرام البنات. نتمنى نلقاكم هذا الفيديو كلكم في تمام الصحه يا ربي. اليوم جيتكم فيديو جديد، نتمنى يعجبكم. فيديو فيه شويه ديال الطبخ. فيه واحد اللقطات اللي انا صورتهم في فاس. نتمنى ان من الناس اللي تيسولوني وتيصيفطوا لي ديما على الرقم ديال مول الاواني ديال فاس، فانا اليوم جبت لكم الفيديو ديالو، صورت لكم عنده وغنحط لكم الرقم في اخر الفيديو. غادي تفرجوا حتى الاخر باش الناس اللي باغا الرقم ديالو تواصل معاه. بالنسبه للناس اللي تسولني عليه فانا غنحط لكم، فانا في اخر الفيديو غادي تلقاو المعلومات. المهم البنات، انايا بعد هاد الغيبه الطويله انا عارفه راسي تنغيب، ولكن كاينه ظروف بزاف البنات اللي تتخليني نغيب. ظروف اللي نتوما عارفيني انا ما تنشاركش تفاصيل حياتي في سميتو في اليوتيوب. تنعطيكم شي حاجه اللي هي ايجابيه، سلبيات ما كاينلاش، كل واحد عنده ضروح. يعني كل واحد عنده شي حاجه في حياته اللي كتكون يا ايجابيه يا سلبيه. المهم هنا البنات جيت ندير واحد الغديوه. كان عندي هنا شويه ديال الاتو. هذيك القضيه ديال ان ملي تيكون عندنا داك الفريغو الغارق تنبداو نلوحو فيه، نحطو في الاخر. ملي تنبغيو نجبدوا الحاجه من التحت ما تلقاوش من ندوزو لها، يعني حتى نفكوا داكشي اللي الفوق عاد نوصلوا لداكشي اللي لتحت. وهذا الشيء اللي طرا ليا انا البنات. عندي الفريغو كنت كنحط فيه حتى يعني تتبلوكا وجمد، ما بغاش بالحاجه ما تتفرقش على الحاجه اللي ملاصقه معاها. المهم ما عليناش البنات. هنايا بديت كنجبد تا وصلت للقاع ديال الفريغو، فلقيت هاد الميكا ديال واحد الميكا ديال السنسول ديال الحولي ديال العيد بقات لتحت. فقلت جبدتها، قلت غادي علاش لا ما نديرهاش مروزيه. هنا المروزيه ديالي البنات. كل واحد وطريقته البنات، كل واحد والطريقه باش تيطيب كل واحد، وكل شيء تبارك الله المغربيه ترى تيعرفوا يطيبوا كل شيء. انا غادي نعطيكم غير واحد يعني طريقه، غير ما عندي لا ضياف لا والو. غنطيب هاد المروزيه لولادي، يعني غنتغداو بها وصافي البنات. عندي هنايا هاد اللحم اللي تتشوفوا هذا ديال السنسول ديال الظهر. فانا درت في نصبته، درت سكينجبير، البزار، الخرقوم، راكم عارفين، القرفه، عواد، ثومه، الزعفران، الشعره، ديك المروزيه العطريه ديال المروزيه. يعني انتم المقادير كامله حطها قدامكم. اللي غادي ندير الزويته ديك الباديانه اللوحه، السمن، عود ديال القرفه. المهم العطريه ديالنا العاديه، وتنزيدوا عليها هذيك العطريه ديال سميتو ديال المروزيه، وواحد البصيله من طبيعه الحال باش ندير شويه ديال التغميره كاين اللي ما تيبغيش يدير فيها البصله. المهم شوفوا كل واحد الطريقه ديالو، انا تنقول لكم كلها وطريقته. لاله هاد المروزيه طيب غير بالعطريه هي خص تكون فيها العطريه. د المروزيه ضروري، ماشي بالضبط ضروري تكون باديانه ولا تكون، كل واحد شنو تيبغي، يعني كل واحد شنو تيحب يزيد فيها. المهم انا شرملت الحيمات ورديتهم يتقلاو شي شويه، وزدت عليهم هذوك المقادير البنات ديال البصله والثومه وداكشي، يعني ودرت ديك الزعفران، الشعره. والمهم انتم انا منيتي الا كانوا عندي ضياف وبغيت ندير اللحم بحال هاد الطريقه، انا ديجا قلتها لكم في واحد الفيديو، ان تندير اللحم تنبيتو مشرمل، والدجاج حتى هو تنبيتو مشرمل، فتيشرب الشرموله تيشرب العطريه تيجي بنين. هذا انا صايبته غير للدار، يعني لوليداتي، يعني طريقه خافه نزربن. واحد نص ساعه خليته غير شرملته واحد نص ساعه ورديته ديك الساعه يطيب، لان غيمشي الحال على الغدا. فهنا البنات كندير هاد الغديوه، كان يوم الاربعاء ما تيقراوش الدراري. هنا فين قلت غادي نطيب هاد السنسول ديال الظهر. كما قلت لكم وصلت للكاع ديال الفريغو، منين وانا تنحيد داكشي اللي من الفوق حتى وصلت لهاد الميكا. يعني اللحم ديال العيد باقي تيدور.
هنا البنات صافي شرملتو رميتو قلت لكم يتقلى، وغادي نرمي داك العود وداك ديال القرفوبه ديالنا وداك المسائل كامله، غنقليه ونزيد فيه شويه ديال الماء، وغادي نسد الكوكوط وغادي نخليه يطيب. من بعد منين غادي يطيب غناخد الزبيب البنات غادي نفزقو بالماء طايب، نديرو في الماء طايب حتى يرطاب على ما يطيب اللحم. ومن بعد غادي نزيدو هو وشويه د العسل، اللي عنده العسل الحر يديرو، اللي عنده العسل العادي يديرو، اللي بغى يدير السكر يديرو، اللي ما بغاش ما يديرو شي. واخا هو من طبيعه الحال راهي الزبيب راه تيطلق شويه د الحلاوه. هذا بالنسبه للناس اللي ما هي بصراحه انايا راه درت هنايا العسل وجاتني المرقه شويه حلوه، فما كليتش فيها بزاف لان جاتني حلوه عليا على السكر. فهنا البنات في الصراحه شحال هذه ما هزيت ما هزيت التليفون نصور، ما هزيت الكاميرا نصور. جاتني ثقيله البنات، جاتني ثقيل. وليت اليوتيوب تنبغي نصور شي حاجه، كاين عندي ما يتصور، كاين عندي ما نعطي، وكاين عندي من نحط في لي فيديو زوينين بالنسبه للروتينات ديال الدار بالنسبه. ولكن البنات راه باش نهز الكاميرا ونبدا نصور او لا نبدا نهضر وندير المونتاج، ما نقولش لكم راه كاين واحد الحاجز كبير 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 بزاف بيني وبين هذا اليوتيوب. ما عرفتش صراحه ما عرفتش كيفاش حتى كنصور شي فيديوهات ونعاود نمسحهم ونقول علاش ما بلاش ونعاود نمسحهم. فالمهم اللي زعمني على هذا الفيديو ان حطيته لكم اليوم هو داك الفيديو ديال فاس، بغيت نحطو للناس لان باقين تيجيوني لي ميساج، باقين تيجيوني بزاف على الفيديو على الاواني ديال الفضه اللي من السيد اللي تنشري من عنده اللي كاين في فاس. نتوما عارفيني انا الفضه ما نشريهاش من شي بلاصه من غير فاس صراحه. فلهذا قلت اليوم خليني نهرس داك الحاجز بيني بين هاد اليوتيوب، وخليني نطلع على الناس اللي تيتبعوني واخا عندي فئه قليله. والمهم كما تنقول لكم انايا الهدف ديالي من اليوتيوب ماشي هو انني غير نبقى نصور ونحط، فتنصور شي حاجه يعني كل فيديو تنحاول نحط شي حاجه تستافدوا منها، يا شي بلاصه غنشري منها شي حاجه وتعجبكم نتوما تمشيو ليها، يا غنحط شي وصفه. ومن الوصفات ديالي انا ماشي طباخه كبيره، ماشي من القنوات اللي هما تيفيدوا ويستافدوا يعني تيطيبوا لي كوموند ديال الناس منها تيستافدوا منها تيصوروا. احنا بزاف ديال القنوات اللي تيطيبوا الماكله ديال ديورهم ديال ولادهم، يعني تنشاركوا معكم داكشي اللي تنطيبوا في ديورنا لولادنا. هنا البنات هاد لا صالاد اللي درت راكم عارفينها، الروز والمايز والسوريمي. والمهم هذا هو باش تغديت صراحه، لان جاتني المرقه حلوه ما كليتهاش. قلت لكم البنات احنا القنوات بحال هكا راه تنحطوا داكشي اللي تنطيبوا لوليداتنا، يعني ماشي تنطيبوا لي كوموند ديال الناس تنصوروهم منها تنستافدوا من اليوتيوب، منها تنستافدوا من الناس اللي تياخذوا لا كوموند. لا احنا بحال القناه ديالي راه حنا تنطيبوا الماكله ديال ديورنا وليداتنا، يعني شي حاجه اللي هي في استطاعه المشاهد يطيب حتى هو بحالها. لان انا كنشوف في اليوتيوب تنتفرج في قنوات كبار، تنتفرج في قنوات ديال الطبخ كبار تيطيبوا الكونتيتي كثيره. ما يمكنش غادي نوض انا نطيب بحال داكشي، ما يمكنش، لان انا ما تنديرش الطبخ، ما تناخذش الكوموند من عند شي حد باش غادي نطيب للناس باش فهمتوني باش المهم راكم عارفين علاش كنهضر. ما عليناش البنات. المهم انا هنايا حطيت الفيديو في الاخر ديال سميتو، بغيتكم ديال فاس حطيتو في الاخير ديال الفيديو، بغيتكم تبداو معايا الفيديو من الاول تستافدوا من هذه الوصفه هذه. كاين اللي سبحان الله ما عمرو طيب هذه المروزيه، كاين البنات اللي يلاه تزوجوا يلاه بادين يكونوا تيتفرجوا في قنوات ديال الطبخ كبيره، يعني ما يقدوش على الطبخ كتير فيه بزاف ديال هذا ديال يعني المواد اللي يطيبوا بها يعني كتيره ولا غاليه ولا.
فبحال الطبخ بحال هكا تيكون غير قليل، يعني الطبخ ديال الدار. يعني اي واحد يقدر اللي عنده باستطاعته يقدر يطيبه، واش فهمتوني؟ ما عرفتش واش عرفت نوصل لكم الفكره ولا لا. المهم انا راني المهم راه تنهضر وتنحاول نوصل لكم الفكره. كما انا تعجبوني نتفرج في قنوات اللي هما صغار، تنستافد منهم، تيحطوا شي وصفات اللي انا غنقدر عليهم نتعلم ليهم ونطيبوا. واش فهمتوا؟ يعني ما اش غنقول لكم. المهم ما غاديش نكثر عليكم الهضره دابا. المهم الغديوه ديالي حطيتها انا راه حاطه، تنقول لبنتي جيبي سميتو، جيبي الماء وجيبي المهم تنصور وتنقول لها سربي جيبي الماء وجيبي حطي الكيسان وحطي. المهم ما عليناش البنات، ضحكه معكم ومحتاجه نضحك صراحه، والله الا محتاجه نضحك. انا تنصور معكم وتندوي معكم بحال راكم قرابين ليا الصراحه. المهم هنايا وصلت الفيديو ديال فاس البنات. هذه هي الدخله ديال الصفارين البنات، تدوروا على اليمين غير تتوصلوا لهاد البليصه هذه، تدوروا على اليمين. هنا على اليمين الا زدتوا نيشه راه تيكون كاينه واحد القنطره ديال الواد ولا ما عرفت شنو هو هذاك. المهم هو راه كاين على اليمين البنات. هما راه كاينين بزاف، غير انا هاد السيد تنتعامل معاه يعني تناخذ من عنده الحاجه تتصدق ليا زوينه وما تتصدى ما حتى شي حاجه. وبالنسبه لشي ناس قالوا لي الاثمنه، الله يعطيكم الستر. انا ما نقدرش نقول لكم الاثمنه لان انا كنمشي نشري وتنتشاطر على راسي، فهمتوني؟ ما نقدرش. هو السيد ما دايرش اثمنه اللي هي سولد، ولا هو ما مصولديش في المحل ديالو، وما دايرش ثمن بريفيكس، وكل براد وثمنه، وكل صينيه وثمنها، وكل حاجه والثمن ديالها. فالله يعطيكم الستر البنات. لان عرفتوا شنو؟ دابا واحد السيده كانت صيفطت لي وقالت لي ما قلتي، ما عقلتش، قالت لي قلتي حطيتي الفيديو وقلتي الاثمنه وما قلتي وما ذكرتيش الاثمنه في وسط الفيديو، قلتيها غير في العنوان. راه عيب. وانا اختي ما درتش حتى شي حاجه عيب. السيد انا شريت من عنده وتشاطرت على راسي. سيري حتى انت عنده ولا عند غيره ولا عند اي واحد وتشاطري على راساتك، وخذي اللي عجبك وتشاطري على راساتك. انا هاد السيد ما معيطش ليا ندير ليه الاشهار او لا. انا فهمتوني باش غادي يعطيني الاثمنه. انا غير مشيت نتسارف فاس كما تتعرفوا، تنمشي ديما تنتسارف فاس. ملي تنهبط للمكناس تنمشي ضروري نضرب دوره فاس تنتسارى. عجبتني الحاجه تنشريها. اي واحد دخلت عنده سواء هو ولا غيره راني تندخل وتنتشاطر على راسي. اللي عجبتني الحاجه تنتشاطر. مثلا انا القدره ديالي انني تشاطرت مع داك السيد، قديت على داك البراد انني نتشاطر معاه حتى نديه مثلا ب5000 ريال او 4000 ريال. تقدري انت تشاطري تقدري ما تديريش معاه، تقدري تدي داك البراد مثلا ب6000 ريال. فهمتي؟ كل واحد والشطاره ديالو. اللي بغيت نوصل لكم كل واحد والشطاره ديالو. المهم هي النمره ديال السيد، هي حطيتها لكم 06 31 62 96 48 البنات. سميتو عصام السرحاني. المهم انا راه ماشي دابا تقولوا تندير لي الاشهار. انا راه مشيت على قبلكم عنده على الناس اللي صيفطوا لي. بزاف الناس صيفطوا لي في الانستغرام وفي اليوتيوب لي ميساج، وبزاف تيسولوني على الاثمنه. فانايا دابا مشيت على قبل باش ناخذ النمره ديالو باش نحطها لكم في الفيديو، ومن هاني تصورت فيديو تشوفوا شنو عنده. فهمتوني يا البنات؟ يعني ماشي تندير له الاشهار. انا القناه ديالي ما هيش ديال الاشهار، قناتي باقا صغيره ماشي ديال الاشهار. ماشي انا هي تنشارك معكم بحال هكا هميزات كيكونوا زوينين تيعجبوني. مادام عجبوني انا تنشاركهم معكم، ربما يعجبوكم نتوما تستافدوا منهم كما استفدت انا. وهذا السيد راه تيدير اثمنه زوينه تقريبا. راه دابا واحد السيد عاوتاني صيفطات لي قالت لي عفاك عطينا اثمنه تقريبي زعما تقريبا شحال باش يبيع. راه كاين البراد الكبير، كاين الصغير، كاين الموسط، كاين الصغيور كاع. نقدر وكل نوع ديال البراد بثمن. فهمتيني اختي؟ ما نقدرش نحدد ليك الثمن، ما نقدرش، لان الاثمنه كتختلف من براد لبراد ومن طاي لطاي. يعني اللي طاي ديال البراد راهم كاين من الكبير حتى الصغير تقريبا عنده 4 ديال لي طاي. فهمتيني؟ هانتي انا حطيت النمره ديالو
وتواصلوا معاه. وها هو الفيديو تفرجوا فيه وشوفوا البراد اللي عجبوكم سكرينيوهم وصيفطوا ليه في الواتساب وتواصلوا معاه، وراه تيدير لا ليفريزون للمغرب كامل والسلعه ديالو البنات. المهم انا ما عليا غير داكشي اللي تناخذو لداري وتيعجبني، يعني تنشكر السلعه ديالو، راه عنده السلعه زوينه صراحه. المهم راه قلت لكم انا ما تنديرش الاشهار وماشي اشهار باش غادي نبدا نشكر فيه بلا، حيت راه كاينين شي وحدين تيديروا الاشهار تياخذوا عليه الفلوس وتيبقاو تيشكروا في الحاجه بلا واخا هي ما شاكراش راسها. ولكن انا بحكم التجربه ديالي انني جربت السلعه ديالو، البرارد ديالو والصواني ديالو مازالين عندي زوينين، ما تصداو ما خسروا ما كحالوا ما زرقوا ما والو. راه السلعه ديالو صراحه عجبتني وانا ما نبدلوش لان تتعجبني السلعه ديالو. وهذا الشيء اللي كاين البنات. المهم هذا غير فيديو توضيحي كنوضح للناس اللي صيفطوا ليا وقالوا لي عطينا الاثمنه، لان راه قلت لكم ما نقدرش نعطيكم الاثمنه لان كل حاجه والثمن ديالها وكل واحد والشطاره ديالو في البيع والشراء كما تيقولوا. الله يجعل الغفله بين البيع والشاري. انا دابا راني مني تنمشي لشي بلاصه نشري راني تنتشاطر، كل وحده والشطاره ديالها. كاينه اللي تتعرف تشاطر، كاين اللي لا، كاين اللي تتحشم، كاين اللي ما تتحشمش. المهم تيقول لكم هذه القضيه ديال كاين فعلا كاين اللي ما تيحشم يتشاطر ولا ما تيرضاش يقول نقص لي هذه ولا نقص لي، فهمتي. المهم على حسب كل واحد ذو البيجي ديالو. اللي قاده تشري وما فيها ما يتشاطر داكشي اللي قال تخلص وتاخذ الحاجه. اللي فيها ما يتشاطر تشاطر على راسها وراه غادي تاخذ بثمن زوين. غير هي البنات تنقول لكم هنايا راه تكون الاثمنه مختلفه على كازا صراحه. انا راه ديما تنخرج الاسواق، ديما تنشوف وتنشوف شنو كاين، تنمشي لدربعومه، تنمشي لقريعه، تنمشي الاثمنه مختلفه البنات صراحه، مختلفه ولا كاليتي كاينه. فهمتوني شنو بغيت نوصل لكم؟ ونتمنى يعجبكم الفيديو البنات. المهم انا حطيت لكم هذا، وخليو لي في التعاليق الناس اللي سولوني، خليو لي في التعاليق لا شفتوا الفيديو عجبتكم هذا الشيء اللي حط مول الفضه. المهم انا فين ما مشيت عنده تلقى الجديد صراحه، فين ما مشيت عنده تلقى الجديد. فخديت من عنده عاوتاني، خديت من عنده واحد هادوك التعميره خديتها من عنده، دابا نشاركها معكم في فيديو اخر ان شاء الله. المهم اش نقول لكم، راه صراحه حتى المرايات عنده واعرين البنات، المرايات فنين. هاد المرايات ما تيديموضاوش صراحه، سنين وانا تنشوفهم عند الناس اللي يعني اللي عندهم ديور كبار الفيلات. هاد المرايات هاد الشكل هذا تنشوفه عند الناس صراحه ما تيديموضاوش، والله اعلم. المهم انا ما عنديش في الدار، ولكن تنفكر نشري شي وحيده، هما راه شويه طالعين في الثمن ولكن راه واعرين فنين. ايوا هادشي اللي كاين البنات. نتمنى يعجبكم الفيديو، ونتمنى ان شاء الله ما نغيبش عليكم البنات، ولو كتكون ظروف اللي تتخليني تنغيب صراحه على اليوتيوب. انا تنبغي نصور هكا، نبغي دي بون بلون، تنبغي نصور شي حاجات اللي انا تتعجبني نشاركها معكم، ولكن الغالب الله تتكون ظروف اللي تتخليني ما تنصورش، تتخليني ما تنفكرش في اليوتيوب، تتخليني قلت لي كما قلت لكم حاجز بيني وبين اليوتيوب، وحاجز بيني وبين بزاف ديال الحوايج لا داعي للذكر. فانا راه قلت لكم القناه ديالي تنبغي نعطيكم الايجابي، ما تنبغيش نعطيكم السلبي، لان كل واحد فينا في هذه الحياه عنده السلبيات. يكذب عليكم الكاذب اللي يقول لكم الانسان ما مريضش او لا ما عندوش سلبيات او لا ما عندوش مشاكل او لا ما عندوش. راه الانسان كله سلبيات ديال الحياه. والله يجعل سيدي ربي يوقف معنا ويوقف مع الجميع ويوقف مع إخواننا الفلسطينيين، ويوقف مع كل واحد تيهز يديه للسماء ويطلب الله سبحانه إلا هو يكون معاه ويوقف معاه. ونتمنى يعجبكم الفيديو البنات، وخليتكم على خير. ونتمنى تخليو لي لايك وتخليو لي شي تعليق، المهم ولا شي تعقيب، ولا المهم اللي كان، ولا قليب، ولا المهم اللي عجبكم. وبسلام عليكم البنات، الفيديو ان شاء الله اخر.